الاهلي خلصها خلاص في 10 ايام بس. الاهلي بيحسم الدوري الاصعب من وجهه نظري في اخر 10 مواسم. الاهلي بيفوز على بيراميدز في مباراتين بنتيجه 2-1 و1-0 على التوالي في فتره قصيره جدا، وبعدد سلسله فوز متتالي لفريق بيراميدز تاريخيه بالنسبه لهم. الاهلي بيقدر يفوز على فريق بيراميدز صاحب اقوى خط دفاع في الدوري وصاحب تاني اقوى خط هجوم بعد النادي الاهلي. بيراميدز هذا الموسم لم يخسر سوى في 3 مباريات بس، منهم مباراتين من النادي الاهلي. بيراميدز اللي قدر يصمد على مدار الدوري واعتلى صداره الترتيب على مدار معظم اسابيع البطوله، بينهار انهيار تام امام قوه وعظمه النادي الاهلي. خسائر بيراميدز النهارده بالجمله: طرد الشيبي في موقف 1 ضد 1 امام حسين الشحات، رفض سلام مصطفى فتحي للمدير الفني لبيراميدز، خساره المباراه وخساره الدوري في اخر امتار البطوله. مبروك للنادي الاهلي.